تخيل لما تكون محظوظ لدرجة كافية انك تصحى في الدنيا تلاقي ان والدك او والدتك فنانين كبار في عالم الفن. تحس ساعتها انك معاك مصباح علاء الدين، لانك في يوم وليلة وبمجرد ما تتخرج ايا كان منين مبروك عليك الادوار الكبيرة لحد ما تبقى بطل مطلق لاعمال من بطولتك، ولا بقى مشوار من اوله ولا تاخد السلم واحدة واحدة ولا تكسب خبرة ولا بتاع. ما انت صحيت في الدنيا لقيت والدك او والدتك فنانين كبار في عالم الفن، ودي قايمة باسماء فنانين برعاية الواسطة. هحكي لك. اصل انت طلعت من بوبي قوي. لا بقول لك ايه بقى، لا ما اسمحلكيش. برغم حبي واحترامي للفنان خالد النبوي لانه بجد عرف ازاي ينمي موهبته، خالد النبوي ما اتولدش موهوب بالموهبة اللي هو يمتلكها النهاردة، بالعكس ده كان في ادوار عملها زمان في بداية مشواره لو جينا عرضناها النهاردة هنقعد نضحك كلنا، ولكني بحبه وبحترمه لاجل التطور اللي قدر يعمله لموهبته خلال السنين الكتيرة اللي فاتت. الى ان نور النبوي هو ابن الفنان خالد النبوي فجأة ظهر لنا في عالم الفن، بيقولوا انه دارس سينما واخراج بره، ولكن هل في بداية مشوار اي فنان هل يعقل حجم الادوار اللي بياخدها نور النبوي، مع ان في فنانين كتير جدا موهوبين بقالهم اكتر من 15 سنة ما بياخدوش حجم الادوار ده؟ فبداية مشوار الفنان نور خالد النبوي كانت سنة 2021 زي ما انت سمعتني كده، سنة 2021 بمسلسل لاختياره بدور الشهيد احمد شوشة. مين في دول ظابط؟ ايه؟ فاكره خاين زيك؟ انا بقى ظابط واسمه احمد شوشة. بعد كده يروح يعمل دور سيد في مسلسل نقل عام بطولة الفنان الكبير محمود حميدة. بعد كده بيروح يشترك مع والده في مسلسل راجعين يا هوا. مراكنا كانت سباق. ايه جو العيال ده اصلا؟ قولي لنفسك يا حبيبتي. اخرس يا واد، اتلهي يا بت، بس يا واد. ومن مسلسل ورق التوت اللي نزل 23 لمسلسل الأجهر في نفس السنة. بعد كده يروح يعمل مع والده تاني سنة 24 مسلسل إمبراطورية ميم، وآخر عمله كان فيلم الحريفة اللي كان بطل رئيسي في وسط الأبطال اللي كانوا موجودين. انت كنت واقف تتفرج، انا اللي كنت بلعب. واقف اتفرج وبتقولها بقى وهي دي حاجه قليله؟ ماشي يلا حبيبي يلا. فبرغم حبي الكبير للفنان خالد النبوي ولكني بحبه وبحترمه لاجل مشواره الكبير وتنمية موهبته مع ادوار صغيرة قوي لحد ما وصل للبطولة المطلقة النهاردة. ولو رجعنا اتفرجنا على خالد النبوي زمان هنكتشف ان موهبته كانت ضعيفة جدا مقارنة بالنهاردة، لانه بدأ بالادوار الصغيرة قوي لحد ما عرفنا اسمه في يوم من الايام. يعني ما انضربتش؟ لا انضربت. مين اللي ضربك بقى؟ كبير المحنطين؟ ضربت في الشارع. اما ابناء الفنانين فيكفيهم 3-4 سنين عشان نقدر كلنا نقول اسمهم عادي يعني. سنة 2018 بيتم عرض مسلسل اسمه كأنه امبارح، والمسلسل يحقق نجاح مقبول جدا وسط الناس، ولكن في فنانة جديدة بتظهر في المسلسل وهي الفنانة داليا شوقي. عملت ايه يعني؟ دي مجامله لينا ومدام الهام والناس اتبسطت، ده لو في مكان تاني كان زماني لميت نقطه قد كده. والفنانة داليا شوقي هي اخت الفنانة بسنت شوقي، واكيد انتوا عارفين بقية سلسال العيلة مش لازم اقوله، ولكن انت لازم تعمل لايك دلوقتي للفيديو عشان ربنا يستر من الفيديو ده. داليا شوقي كانت شغالة في التمثيل زيها زي فنانين كتيرة شغالين في التمثيل، ولكن احنا ما نعرفش اساميهم لان ادوارهم صغيرة ويا دوبك مشاهدهم بسيطة كمان. فعندك مثلا مسلسل قوت القلوب سنة 2020، او فيلم توأم روحي، او مسلسل النهاية، حتى كمان مسلسل احلام سعيدة مع يسرا. داليا شوقي اشتركت في كل الاعمال دي ولكن ما خدناش بالنا منها، وكانت متدارية جوه الادوار الصغيرة قوي اللي ما بينتش ضعف موهبتها، لحد ما نروح لسنة 23 وتاخد داليا شوقي دور كبير شوية في عالم الفن وهو مسلسل سفاح الجيزة، ومن هنا يبان ضعف الموهبة ومن هنا تبان الواسطة في العمايل. داليا شوقي قدمت مشهد في مسلسل سفاح الجيزة مش بيقول بس انها ما بتعرفش تمثل، ده كمان بيقول انها لا بتعرف تتحكم في ادوات صوتها ولا حتى في تعبيرات وشها ولا في تعبيراتها هي الحركية بالشخصية. فبالتالي تقدم مشهد من اغرب المشاهد اللي شفناها لسنة 23 بتاع جوزي معي هو المشهد ده. ولكن بسبب المشهد ده بالتحديد داليا شوقي بترجع 3-4 خطوات لورا وتاخد ادوار صغيره من تاني، واخر عمل اشتركت فيه كان سنه 23 في فيلم 5 جولات. لو رحنا بعد كده للفنان مصطفى قمر هنكتشف ان مصطفى قمر ما نجحش في التمثيل قبل كده، حتى افلامه القديمه اللي كانت في بدايه الالفينات كانت بتنجح نجاح متواضع جدا لاسم مصطفى قمر المطرب، ولكن عمر مصطفى قمر ما حقق نجاح كبير في التمثيل لا سينما ولا تلفزيون، وده لانه مش موهوب في التمثيل بشكل
كبير، هو يا دوبك قادر يطلع يحفظ الكلام ويقوله قدامك على الكاميرا بشكل يليق بالشخصية اللي هو طالع يقدمها، انما مثلا مش بموهبة محمد فؤاد او بموهبة تامر حسني او حمادة هلال. الا ان الفنان مصطفى قمر بيطلع لنا ابنه تيام قمر عشان يظهر موهبته اللي ورثها عن والده في عالم التمثيل. كان عاجبك يا بنت الناس فاهلا وسهلا، مش عاجبك فتعودي بقى. وفي الحقيقة الفنان مصطفى قمر كان بيحضر تيام انه يبقى ممثل من زمان قوي، من وهو طفل تقريبا. يعني اشترك معاه في فيلم قلب جريء اللي كان سنة 2002، بعد كده اشترك معاه في فيلم بحبك وانا كمان اللي كان سنة 2003، والاتنين طلع فيهم ابن مصطفى قمر بدور الطفل عادي جدا، مش بقول لك كان بيحضره. ويشترك تيم قمر في اعمال زي مثلا مسلسل ابو البنات، او مسلسل لدينا اقوال اخرى، او مسلسل خيانة عاد، لحد مسلسل اهو ده اللي صار كمان، لحد ما تيجي سنة 23 ويشارك تيام قمر مصطفى قمر في فيلم ولاد حريم كريم، الفيلم اللي فشل غريب جدا وتقريبا ما حدش دخله غير صناع الفيلم نفسهم. هو انت لسه بتحبني؟ بحبك، ما اكيد بحبك يا ايلة، بتتقرف في حلاوتك. وارجع اقول لك برضو ان انا مش معترض تماما على فكرة ابناء العاملين، ولكن لازم التدرج الوظيفي لاي شغلانة في الدنيا حتى لو كانت فن، بالعكس ده بالاخص الفن كمان، لازم كل واحد ياخد ادوار صغيرة ويبدأ يكبر موهبة ويكبر خبرة معاها، خصوصا كمان لما يكون والدك اصلا ما هواش ممثل كبير نهائي واعماله اللي نجحت في السينما والتلفزيون تتعدى على صابع الايد الواحدة. بعد كده معانا الفنانة صاحبة الموهبة الكبيرة، وهي المعنى الحرفي لكلمة واسطة في عالم الفن، وهي الفنانة أميرة أديب. ايه التفاهه دي؟ عايز تكسفه قدامي يعني؟ مش فارق معايا. عارف ليه؟ علشان انا عارفاه، عشان هو. الفنانة أميرة أديب اللي كانت على السوشيال ميديا بعد كده بقت بتعمل إعلانات، بعد كده بقت بتمثل، ودلوقتي بتغني، ما شاء الله موهبة مكتملة. تعتبر من عائلة فنية بحتة، لأن جدها من ناحية الأب هو الكاتب الكبير عبد الحي أديب، وجدها من ناحية الأم هو المخرج المسرحي الكبير سلامة حسن. أما عن والدتها فهي الفنانة منال سلامة، أما عن خالها فهو الفنان شريف سلامة، أما عن عمامها فهو عمرو أديب وعماد أديب، طبعا الإعلاميين المشهورين. ولكن مش معنى إنها من عائلة فنية بحتة أو عائلة إعلامية بحتة إنها لازم تكون موهوبة في كل حاجة، ولا هي بتجرب يمكن تنجح في حاجة والسلام. ما هو أصل مش طبيعي إنها سنة 21 ومن كام سنة بس تشارك في مسلسل اسمه ولاد ناس، بعد كده تروح تعمل مسلسل اسمه مين قال كان بطولة الفنان جمال سليمان، وآخر عمل ليها كان مسلسل وبيننا ميعاد الجزء الثاني. وما بين الإعلانات اللي بتعملها لحد الأغنية الراب اللي عملتها مؤخرا نكتشف موهبة كبيرة جدا اسمها أميرة أديب. وفي الحقيقة أنا لو جيت اتكلمت عن الأغنية وأنا واحد لا أفقه شيء عن الأغاني والتلحين، ولكن لا صوتها حلو ولا الكلام اللي بتقوله لايق على اللحن ولا اللحن لايق على الرقص اللي بترقصه طول الأغنية، فأنت لو جيت اتفرجت على الكليب بتاعها هتلاقي إن مفيش اختلاف كبير ما بينه وبين طريقة تمثيلها في المسلسلات، وهي الحاجات الكتير قوي اللي مجتمعة ومفيش حاجة لايقة على التاني، لا الصوت لايق على الصورة ولا الصورة راكبة على الصوت. استوديو صغير تعمل فيه اغاني وتطلعها للنور عشان تبتدي تاخد حقك زي ما انا ابتديت اخد حقي يا طاهر. فبالتالي ومع كامل احترامي للعيله الفنيه الكبيره، الا ان اميره اديب مش موهوبه تماما في اي حاجه، ومجرد وجودها بس وظهورها هو علامه كبيره قوي لكلمه الواسطه. اخر حد معانا من ابناء الفنانين واللي انا ممكن اتوقع له بجد مستقبل كبير قدام، ولكن لازم يتعلم من مشوار والده، وهو يوسف الكدواني ابن ماجد الكدواني. كنت بتكلم مع بابا الصبح وصعب عليا قوي وهو بيتكلم، بيحب طنط قوي. انت عارفه لو كنت سمعت الكلام ده قبل ما احبك ما كنتش هفهمه. موهبة ماجد الكدواني اللي احنا شايفينها النهاردة ما اتبنتش في يوم وليلة نهائي، بالعكس ماجد الكدواني لو رجعنا اتفرجنا عليه في اواخر التسعينات وفي بداية الالفينات مستحيل نقول ان هو ده اللي بيمثل النهاردة، لان ماجد الكدواني قدر ينمي موهبته ويطور فيها طول ما هو شغال في الفن ولحد النهاردة. ماجد الكدواني هو الموهبة اللي ما بتبطلش تطوير، اليوم عن التاني بتنضج اكتر من الاول، ومبقناش عارفين ماجد الكدواني رايح لفين بعبقرية التقمص للشخصيات. ومن هنا لازم اروح ليوسف الكدواني ابن ماجد الكدواني اللي بيبدأ زيه زي اي حد من ابناء الفنانين. يعني هتلاقي اول عمل ليه برضه هو مسلسل ولاد ناس اللي كان سنة 21، بعد كده بيشتغل في الجزئين لمسلسل وبيننا ميعاد الاول والتاني، واخر عمل بيشترك فيه يوسف الكدواني هو مسلسل مفترق طرق، اخر حاجة قدمتها هند صبري لحد النهاردة. فيوسف الكدواني وكل اللي اتكلمنا عنهم في القايمة دي قادرين يكونوا بجد ابطال في يوم من الايام، وقادرين يطوروا موهبتهم، لان ابهاتهم اساسا في
بداية مشوارهم كانوا أضعف بكتير من اللي هم عليه النهاردة، فبالتالي لازم ناخد المشوار زي ما هم خدوه ونبعد شوية عن فكرة أبناء العاملين والفنانين بالواسطة. لأن كان مين يصدق إن خالد النبوي اللي بدأ في يوم من الأيام بأدوار صغيرة وبأدوار ضعيفة كمان وبموهبة بنص اللي موجودة إن لم يكن أقل النهاردة، يبقى بالموهبة الكبيرة دي دلوقتي. نفس الكلام لماجد الكدواني بالحرف، وهو إن إحنا لو رحنا الأفلام زي جاي في السريع وغيره من أعمال قديمة وجينا اتفرجنا على ماجد الكدواني النهاردة، هنفهم الخبرة والتطور بيعمل إيه لموهبة الفنان. وأنا مش ضد فكرة أبناء العاملين، ولكن أنا ضد فكرة الفنان بالواسطة. فأتمنى إن إحنا نطور موهبتنا بالأدوار الصغيرة قبل ما نحلم بالبطولة زي بابا وماما. المهم بقى انتوا قولوا لي رأيكم في نظرية أبناء العاملين والفنانين بالواسطة، ويا ترى شايفين حد في القايمة دي بجد موهوب زي والده، ولا لسه كلهم محتاجين وقت كبير قوي عشان يوصلوا لربع موهبة أبهاتهم؟ ومن تاني شايفينهم يتقال عليهم فنانين برعاية الواسطة؟ مستني رأيكم في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي. مفضوح ومشاعرك بتبان ولا بتعرف تسيطر؟ شعري بتبان بس هعرف اسيطر.